السلام عليكم يا جماعة. أنا مصدومة حرفيا. الفوطة الصحية اللي كلنا متعودين عليها واسمها مشهور جدا، معروف يعني اسم عالمي، عشان مش عايزة أقول الاسم يعني. بنت أمريكية عملت فيديو وبينت الفوطة البيضة الحلوة الجميلة دي اللي ما فيهاش ولا غلطة. شايفين البياض؟ فظيعة. ونظافتها ما فيش كده، جديدة نوفي. حطيتها تحت ضوء، الله أعلم، ضوء كاميرا، ضوء لمبة، بينت فيها عفن بطريقة مجرفة جدا. الفيديو جاب 10 مليون مشاهدة في يوم واحد، لأن الموضوع يهم ستات كتير. احنا بنستخدم حاجة احنا ما نعرفش هي بتتعمل من والكارثة الأكبر إن في ناس قالوا إنها بتتعمل من مخلفات الحفاضات بتاعة الأطفال أعزكم الله، ومن مخلفات الفوط نفسها دي وهي مستعملة، يعني بيعيدوا تدويرها من جديد، واحنا بنستخدم الكارثة دي لينا. وتلاقي بنات في سن شباب صغير، وتلاقيها عندها مشاكل في الرحم، ومشاكل في القناة في الوبو، ومشاكل في الإنجاب، ومشاكل بسبب الكارثة دي كارثة. امهاتنا زمان ما كانوش بيستخدموها، عشان كده ما كانش عندهم الحاجات اللي بنسمع عنها الايام دي. يبقى البنت عندها 15 سنة وتلاقي عندها التهابات، تلاقي عندها حاجات. الستات بتاع زمان ما كانوش بيشتكوا من الكلام ده كله. دي كارثة، ويا ريت نبطلها اصلا، او نلاقي لها بديل يكون صحي شوية. انا جربت اشوف بنفسي الموضوع وحطيت الفوطة تحت الميكروسكوب، شفت هو في اول الفيديو كانت بيضة وجميلة ازاي. شوفوا بقى المنظر اللي بان لي تحت المجرى لما وسعت الصورة. شوفوا المنظر، والله العظيم كارثة. وتحت الضوء شوفوا فظيعة، سواد وحاجات فظيعة رهيبة. يا ريت نبطلها يا بنات، يا ريت.